السلام عليكم يا أصدقاء القناة. اليوم رجعنا لكم بفيديو ناري وحماسي غادي نهضروا فيه على مشاركة المنتخب المغربي في كأس العرب 2025 وعلى المجموعة اللي كيتواجد فيها واللي بزاف ديال الناس سموها مجموعة الموت. خليكم معايا حتى النهاية لأن عندنا تفاصيل مهمة بزاف، خصم خطير، تحذيرات لطارق السكتيوي، ثم التشكيلة الرسمية اللي يقدر يدخل بها المنتخب المغربي. المغرب دخل كأس العرب بمجموعة صعيبة بزاف، مجموعة فيها منتخبات كتجي دائما بمفاجآت. المغرب اليوم ماشي غير مرشح، بل كيتسنى منه يكون الأفضل، وهذا كيخلي الضغط كبير. وأصعب ما في المجموعة منتخب جزر القمر، المنتخب اللي بزاف كيستهين به، ولكن الحقيقة مختلفة تماما. منتخب جزر القمر شعبيا كيظهر صغير، لكن واقعيا هذا منتخب كيعلق رؤوس كبار، لعب مباريات قوية في السابق، وعنده لاعبين سريعين وتنظيم تكتيكي كبير. والمشكلة الحقيقية هذا منتخب ما كيخاف والو، كيدخل يلعب بقتالية وكأنه ما عنده ما يخسر. هنا بالضبط خاص السكتيوي يدير ألف حساب. السكتيوي مدرب تكتيكي، ولكن أمام جزر القمر خاصه يكون أكثر تركيزا. أولا الانتباه للهجمات المرتدة لأنها السلاح الأول ديالهم. ثانيا الضغط العالي في الدقائق الأولى، منتخب جزر القمر كيدخل بقوة باش يربك الخصم. ثالثا تجنب الأخطاء الدفاعية الساذجة، لأن هذا المنتخبات تستغل أي خطأ صغير. السكتيوي عنده مجموعة قوية، ولكن خاص التنظيم يكون مضبوط. حراسة المرمى مهدي بن عبيد الدفاع، محمد مفيد ظهير أيمن، محمد بوالكسوت قلب دفاع، حمزة المساوي ظهير أيسر، سفيان بوفتيني مدافع قوي وذو تجربة خارجية. وسط الميدان محمد ربيع حريمات قطع الكرات بلس تنظيم اللعب، صابر بوغرين صانع لعب بخبرة، وليد الكرتي عنصر خبرة يضيف التوازن. الهجوم أشرف بن شرقي مهارة بلس خبرة عربية كبيرة. وفي خضم كأس العرب رجع اسم واحد المدرب اللي المغاربة ما كيقدروش ينساو حضور ديالو، إيرفي رونار، المدرب اللي صنع تاريخ مع الأسود واللي اليوم هو مدرب المنتخب السعودي. رونار ديما كيظهر في النقاش كل ما لعب المغرب بطولة عربية، لأن الجمهور ما زال كيتذكر الانضباط والقوة اللي كان عطاها للمنتخب. مع المغرب في مجموعة الموت، وجزر القمر خصم ما يمكنش نستهان بها، لكن بثقة اللاعبين، تكتيك السكتيوي والتشكيلة اللي معاه قادرين نمشيو بعيد في البطولة غدا إن شاء الله. فالثاني من دجنبر وعلى الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت المغرب المنتخب المغربي غادي يلعب أول ماتش ديالو ضد جزر القمر. كنتمناو لهم بداية موفقة ونتيجة زوينة في هذه المباراة الأولى، وما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب باش يوصلكم كل جديد. اكتبوا لي في التعليقات شنو توقعاتكم لمباراة المغرب، ولا تنسوا تدعمونا بلايك والاشتراك باش نوصلوا لكم المزيد من التحليلات القوية. عبد الرزاق حمد الله قناص أمام المرمى، أمين زحزوح سرعة كبيرة على الأطراف، هجوم مخيف، وسط متمرس، ودفاع قوي. تشكيلة عندها مزيج رائع بين التجربة والانسجام، ممكن فعلا تقلب الموازين.